عزيزي المشاهد، في اللحظة اللي انت بتتفرج فيها دي انا نايم مخمود مقتول. ومن اكبر اسباب الوضع ده هو اني بعد ما خلصت تسجيل الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي قعدت اسمع صوتي واقصقص والزق واحط مؤثرات صوتية وبصرية عشان اوصل لك الفيديو ده. تجربة مؤلمة ما تمناش لغيري، ولكن ده يبقى المونتاج او الفيديو اديتنج، وهو احد المهارات اللي تقدر تشتغل بيها في الفريلانسنج وانت مستريح. بس حاسس في حاجة ما قلتها. الفريلانسر هو مصطلح يستخدم لشخص يعمل لحسابه الخاص ولا يلتزم بالضرورة بوظيفة معينة لفترة طويلة. بعيدا عن لورم متحدث بالفصحى، انت لازم تكمل الفيديو ده للآخر، لأن مصطلح العمل الحر ده بيخدع ناس كتير. مهما اتكلمت وحاولت أشرح لناس كتير، حتى الناس قريبة مني، إن الموضوع مش بالبساطة دي ولا في سحر زي ما هم فاكرين، برضو بنوصل لحيطة سد. وده كان أحد أكبر أسباب إني أعمل الفيديو ده. فبقترح عليك تجيب حاجة تشربها وتاكلها عشان نعرف بقى ايه الكلام. العمل الحر والجودة نظام. معايا شخص ممكن تكونوا عارفينه لو انتم متابعين القناة دي من بدايتها. ده محمد، مصري، قرر انه اخيرا هيطلع من الماتريكس وهيشوف بقى نظام الشغل الاونلاين والحاجات اللي بتكسب دهب دي. فعمل حساب على فايفر، خمسات، وكتير من مواقع العمل الحر، وقرر انه اخيرا حياته المهنية هتبدأ تتشكل. لا، هو ما قررش حاجة، هو بس عادي يتفرج على فيديوهات ليها علاقة بالموضوع عشان يحس انه انجز حاجة. بس صدقني النقطة دي اي حد اتعامل مع الكمبيوتر في العموم وصل لها في مرحلة ما، فما تقلقش، انت طبيعي زي ناس كتيرة طبيعية جدا. بس اللي عايز اوصله هنا انه العمل الحر اسوأ ما فيه ان انت حر نفسك. كام فيديو وريل وتيك توك جايبين ملايين المشاهدات وهما بيتكلموا عن الشيء ده. الموضوع بقى اكتر ما هو مطلوب ومشهور وشغلانة فعلا، بقى مجرد ترند مش اكتر. يعني 90% من الفيديوهات اللي جايبة ملايين دي هتلاقيها بتتكلم عن افضل مواقع العمل الحر في 2024، او ازاي تعمل فلوس اونلاين على مصينية المكرونة اللي في الفرن تجهز. فعليا بيبينوا لك ان الشيء ده تافه، لكن لما تيجي تكلمه في تفاصيل وابدأ منين واعمل ايه، مش هتستفاد منه باي حرف. لان زي ما قلت لك، اصعب ما في الموضوع انك حر نفسك، وكمان هيكون اصعب باضعاف لو انت لسه بادئ من الصفر ومش عارف حتى ايه المهارة اللي ممكن تشتغل بيها. بس خلينا من الحتة دي دلوقتي، ولنفترض ان انت تمام من كل جوانب المهارة اللي انت ناوي تشتغل بيها. تمام، وبعدين ابدأ منين؟ دول هما السؤالين اللي بناء عليهم انا قلت لك من شوية انه اصعب ما في الموضوع انك حر نفسك. لانه بكل بساطة مجال العمل الحر هو مش مجال ثابت، بل بالعكس ده مجال بيتحرك وبيتغير 60 مرة في السنة. المنافسة بتعلى، ستايلات جديدة من الخدمة اللي بتقدمها بتظهر، ومن اكتر الحاجات المستفزة في سوق العمل بشكل عام البنات اللي عايزين يجيبوا ميك اب بتبدأ تعرض خدماتها بسعر مسكرة او ليب جلوس، بينما الخدمات دي بتساوي اكتر بكتير في الحقيقة. وده طبعا بيخرب على الناس اللي بتتعب وبتشقى في المجال. يعني انا كشخص جعان عايز اكل، اولى اني اخد حقي كامل ولا حضرتك تخربي السوق عشان الليب جلوس اللي نفسك فيه؟ عموما مش عايز اطول في الموضوع ده عشان بيثير الجدل وكده، بس فعلا زي ما قلت مجال العمل الحر مش ثابت ولا عمره كان ثابت. والفكرة هنا في الموضوع هي ان بدايتك ممكن تختلف عن بداية غيرك، وهكذا. شخص اتبع خطة معينة عملها لنفسه من غير ما حد يفهمه يعمل ايه ممكن ما يكونش مفيد بالنسبة لك، لان خطته بكل جوانبها ممكن ما تناسبكش. وهنا بالفعل احنا وصلنا لنقطة انه الموضوع مش سهل. الطريقة اللي بتعمل لك فلوس على مصينية المكرونة تجهز طلعت مش شغالة. انا مش جاي احبطك واصعب عليك الموضوع، بس النقطة المهمة اللي عايز اقولها لك، لو انت مش بتعرف تفكر بره الصندوق، مش بتعرف تدير وقتك ومهاراتك وتوظفهم صح، وبالاخص بدون اي رقابة مع كامل حريتك، فانت لازم تعرف انه المجال ده مش مناسب ليك. ولكن لو عندك التحمل وسعة الصدر لكل اللي انا لسه قايله ده، فانت امورك تمام. وبما اني هبعت الفيديو ده للناس الكتيرة اللي ناقشتني في موضوع العمل الحر ده، صدقني الموضوع مش بس محتاج موبايل وانترنت، ولا حتى لابتوب وانترنت، ولا بيجيب دهب وعربيات من الهوا. طيب تاخد التقيلة كمان؟ ولا هو اصلا عمل حر بالمعنى الحرفي زي ما اغلبكم فاكر؟ هو بس بالاسم كده، شخص بياخد وقتك وجهدك مؤقتا، وانت طبعا لازم تتقي الله فيه وتطلع احسن ما عندك زيه زي اي شغلانة، مقابل ان هو بيديك مبلغ مالي متفق عليه من الطرفين مقابل الوقت والجهد ده. ولكن للاسف العمل الحر وبالذات في مصر واخدين عنه فكرة سطحية جدا. والشيء المؤسف اكتر ان خرافات تمسك فلوس من الهوا والكلام ده ما سلمش منها ولا كبير ولا صغير. طلاب كتير تلاقي عينيهم لمعت بمجرد ما تتكلم عن العمل الحر، ولكن اللي مش فاهمينه انه ده عمره ما هيكون مصدر دخل اساسي. انت ممكن تظبط حالك شويه وتجيب مصاريفك بجانب الدراسه، ولكن العمل الحر حاجه مش بنصح انك تعتمد عليها بشكل كلي. فلو عايز تشتغل في العمل الحر فكر بطريقه واقعيه. بمعرفتك لكل الجوانب اللي اتكلمت عليها دي، المفروض بالفعل تكون استوعبت ان الموضوع مش وردي زي ما الاغلب فاكر، وانه العمل الحر مش بالمعنى الحرفي انك تبقى حر نفسك.
الكام يوم اللي فاتوا زي ما تقول ما كانوش اسهل حاجه، كنت حاسس اني قاعد بلعب دارك سولز او حاجه، بما انه قناتي بدات تتشاف اكتر مؤخرا والحمد لله في قبول الى حد ما من ناحيه التقديم ومونتاج وهكذا. بحبكم جدا بالمناسبه وشكرا على دعمكم. في اخر فيديو اللي قبل ده واللي كان بيتكلم عن التيك توك لفت نظر يوتيوبر صاعد زيي وحب اني اعمل له مونتاج بمقابل مادي، فانا فكرت شويه وقلت ليه لا ندي دفعه المصاريف شويه، او ليه ما ناكلش فراخ الاسبوع ده، لغايه لما بدات شغل وبدات استوعب انه الفيديو بيتكلم عن الهندسة وكله انجليزي وانا ادبي. فايوه الكام يوم اللي فاتوا زي ما بيقولوا انا اتطبخت فيهم، وده كان احد اسباب تاخير الفيديو ده. المهم نرجع لموضوعنا واللي هو العمل الحر. زي ما قلت تجربة كل شخص للعمل الحر تختلف عن غيره، لان العمل الحر مش شغلانة ثابتة ولا حاجة روتينية، بل هي اشبه الى انك بتدور على دايموندز في ماينكرافت. دلوقتي كل اللي عندي اقوله خلص، ولكن الفيديو لسه ما خلصش لان لسه معانا فقرة رأيكم في الموضوع، الفقرة اللي بسألكم فيها عن رأيكم في موضوع الفيديو في سيرفر الديسكورد، واللي بالمناسبة تقدر تدخلوا من الرابط اللي في الوصف. المهم ان السؤال كان ايه رأيكم يا شباب في موضوع الخرافات المنتشرة عن العمل الحر، وانه اي حد ممكن يمسك منه فلوس بسهولة، وآرائكم هنشوفها مع بعض. شومان بيقول مش بسهولة اكيد بس فيري دوابل. مومو بيقول هو ممكن يبقى اسهل من الشغل العادي لكنه مش سهل للتنافس الشديد في المجال، ومحتاج وقت كبير عشان تثبت نفسك وتقدر فعلا تجيب منه فلوس. عمر بيقول هو مربح لكنه مش سهل. مروان بيقول النقطة انه تقدر تمسك منه فلوس وكتير كمان، بس سهل لا خالص، لازم تكون متميز وبتعرف تجذب العميل، ده غير ان شغلك لو مش بروفيشنال يبقى اقل من بروفيشنال شوية، وبدايتك كمان هتبقى صعبة عشان انت ولا ليك اسم ولا حد يعرفك. فوندي بيقول من الاخر لو عندك حرفة او خبرة في حاجة العمل الحر هيكون افضل اختيار ليك، انما لو داخل على البركة والدعاء مش هتنفع فيه. تيركس بيقول في رأيي في كتير من الخرافات المنتشرة عن العمل الحر، وده بيخلي الناس عندهم مفاهيم غلط عنه. واحدة من اشهر الخرافات هي انه اي حد يقدر يكسب فلوس بسهولة من العمل الحر، ودي مش صح خالص. الشغل الحر مش سهل زي ما الناس متصورة، وبيحتاج جهد ووقت لبناء سمعة ومهارات قوية. الناس برضو ساعات بتفكر ان الشغل الحر هو الحرية المطلقة، لكن في الحقيقة بيجي معاه تحديات زي تحدي إدارة الوقت والمال، ومفيش ضمانات ثابتة للربح زي الوظائف التقليدية. الموضوع مش سهل لكنه ممكن يكون فرصة رائعة وممتعة وبرضو مربحة لو كنت مستعد تبذل الجهد الكافي وتتعلم باستمرار. زياد بيقول مش سهل نهائي ونصه كدب، ولو نفترض لو انت محظوظ جدا ولقيت واحد حقيقي الشغل مش هيبقى سهل. مهند بيقول هو ممكن يبقى ممتاز لو انت عندك حاجة مختلفة تقدمها عن غيرك بسعر مناسب، لان انت مش موظف وبتاخد راتب، انت بتبيع شغلك حرفيا، فلازم شغلك يبقى احسن من غيرك. وكمان في البداية محدش يعرف جودة شغلك، فلازم تسوق لنفسك بطريقة ما. ميرو بيقول بالنسبة لي الفريلانسنج شغل زي اي شغل، في تعب، في نصب، في ناس بتشتغل بجد ومش نصابين، ولكن هل هو شغل اشتغله لما اكبر؟ طبعا لا. وغير كده اي شغل بيبقى متعب، وده في وجهة نظري اكتر شغل متعب فيهم. لافا بيقول الخرافات دي اعتقد انها اتبنت بسبب رؤية الناس للانترنت على انه مجرد حاجة كل ما عليها سهل وبسيط، فبالتالي الشغل عليها هيكون بنفس الطريقة. لكن لما حد بيقرر يخش المجال ده بيكتشف انه لازم يكون مميز ولازم يتعب كتير عشان يوصل لمستوى انه يمسك فلوس فعلا، وانه هيتعرض لمشاكل مختلفة عن اي مشاكل شغل تاني. وبجد الشغل الاونلاين مش اي حد يقدر يتعايش مع ظروفه ومشاكله. نترو او يوسف بيقول انا والدي شغال في العمل الحر وده هو رأيه، شغل العمل الحر مش مناسب لأي حد. اولا لازم يكون في معدل التزام داخلي اعلى من الطبيعي واعلى من اي موظف، وكمان لازم يكون عنده مهارات تانية غير مهارات الوظيفة الاساسية زي مهارات البيع والتواصل. وكمان العمل الحر بيفرق لو اونلاين او اوفلاين. دلوقتي في مشكلة في الشغل الاونلاين ان عدد الناس اللي بتقدم للشغل اكتر بكتير من احتياج السوق، لكن لو على الارض الفرصة متاحة اكبر بكتير. باختصار مميزاته ان لو الشغل مش مناسب ليك تقدر ترفضه وتعمل شغل تاني، اكيد هتلاقي شغل مناسب لاهتمامك والحاجات اللي انت بتستمتع انك تعملها. اسوأ عيوبه مفيش وقت ثابت للشغل، ممكن تشتغل في اي وقت بالليل او بالنهار على حسب ما الشغل بيبقى محتاج. مفيش مصدر دخل ثابت وده نوع كبير من المخاطرة. وبالنسبة للخرافات وانه سهل واي حد يقدر يعمله، لو كان سهل ما كانش 80% من الناس اللي بتنوي ان هم يشتغلوا فيه على المواقع والمنصات بيخرجوا من غير ما ياخدوا اول شغل ليهم. وبس دي كانت الاراء اللي معانا النهارده، وبشكركم على مشاركتكم. لو بتتفرج على الفيديو ده وحابب تشارك في الفقرة الجاية من رأيكم في الموضوع هتلاقي رابط سيرفر ديسكورد موجود في الوصف. ومرة كمان بشكركم على المشاركة وعلى دعمكم وعلى 5000 مشترك. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام. عايز اسجل فيديو بس صوتي وانا لسه صاحي من النوم وحش اوي